及利亚总理萨拉勒访华。郑生会见阿尔及利亚总理萨拉勒。李克强同萨拉勒举行会谈。欢迎仪式后，李克强同萨拉勒。عبد الملك سالالو والدياثة العابرة للقارات. لابد وأنكم تابعتم زيارة الصين التي قام بها الوزير الأول عبد الملك سالالو كما يدعوه الإعلام الصيني، ولابد أن أكثر شيء أثار انتباهكم في هذه الزيارة هو تصريح رجل الأعمال الأمي علي حداد بالتالي. Ils ont perdu aussi 10 ans parce que il y en a beaucoup de Chinois quand ils sont partis en Algérie, ils ont divorcé en Chine, ils se sont mariés en Algérie. Donc l'Algérie attire. Oui, c'est vrai, l'Algérie attire, l'Algérie c'est une très bonne terre. Aujourd'hui, je peux vous dire que en Algérie, on peut gagner beaucoup d'argent. En Algérie, l'Algérie c'est la porte de l'Afrique. L'Algérie c'est la Méditerranée. L'Algérie, il peut يعني احنا درنا السفر هذا مع رئيس الحكومة إلى الصين، وبكل صراحة جيت إيميلي. الشيء الوحيد اللي يعني ما نجمش نسكت عليه لا انا ولا الكونفدراليه نتاعنا، هضر 4 كلمات باش يرخص المراه الجزائريه. قال باللي الصينيين ارواحوا كاين دراهم في الجزائر، وحتى لا حبيتوا تزوجوا يعني كاين الصينيين اللي طلقوا جاو تزوجوا في الجزائر، يعني المراه الجزائريه رخصت حتى تعود تزوج من الصينيين. كيفاش يطيح العربيه على النصراني، هذا راهو عيب كبير ومعرق. ومساهمة منا في تكريم هذا العبقري قمنا بتصميم هذه الصورة التي يظهر فيها مع الرئيس الصيني كأنه زوجته، وما دام يدعو للزواج بين الجزائريات وبين الصينيين فليبدأ بنفسه وبأخواته وبقريباته. المشكلة في حقيقة الأمر ليست في الزواج بين الجزائريين والصينيين، فالصينيون أولا بشر وهم لا يختلفون عن الجزائريين في شيء بل يفوقونهم، لأنهم ينتمون إلى أمة أعظم وأكبر وأعرق. لكن الأمر يتعلق بدين الصينيين، حيث أن الإسلام يمنع زواج المسلمات بغير المسلمين، وهذا أمر لا يختلف عليه إلا من يريد أن يزندق الإسلام ويضيف عليه شيئا لم يكن فيه في البعثة المحمدية. كنا في الماضي أول من نشر نبأ زواج ابنة الوزير الأول ريم سلال بمسيحي لبناني اسمه رمزي أندري الأسمر، وننفرد اليوم أيضا بمعلومة عن زواج ابنة ابن عمه عبد الرحمن وهو أخو زوجته فريدة ببوذي ياباني منذ أكثر من 30 سنة، وهي فضيحة أخرى تضاف إلى فضائح الوزير الأول لا يمكن التقليل من شأنها أبدا، لأن الوزير الأول الذي يريد أن يترشح للرئاسة من المفروض أن لا يزوج ابنته لغير مسلم فيخالف الإسلام ويخالف قانون الأسرة الجزائرية ويخالف قانون الحالة المدنية ويخالف الدستور الجزائري، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه خصوصا من الذين يدعون أنهم مسلمون. معدنها يا بلية واش ذا الغمرة يا سيدي ويا خويا يا تلقاني ومسير وحقول البكرة ورد ربي المكسور ويرماني حتى يلحق على الناس تمرة. كيفاش يطيح العربي على النصراني، هذا يبقى عيد كبير ومعرّى. نحمد ربي في ستري ولفظ لساني، حتى انا ياكيد البيد في الهضرة.
لكن نوبي روندمان هو الصبر تاني. Je ne sais pas si je peux, etc. قلت لها pardon يا نار اللي جاني. Je veux bien explique-moi بالهضرة. يا سيدي ويا خويا يا تلقاني وماشي غير الروح وقلت لكم ربي والمكتوب بين أربابي حتى نلحق على الناس نانا سلال هي كما قلنا ابنة عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو ابن العم الأكبر للوزير الأول عبد الملك سلال، والأخ الأكبر كذلك لزوجته فريدة سلال وهو متوفٍ. نانا سلال تزوجت توشي ناكاهارا الذي عمل في الجزائر قبل 30 سنة، وذهب بها إلى أوساكا في اليابان حيث استقر هنالك، مثل ما يريد علي حداد للعمال الصينيين أن يفعلوا بالجزائريات فيتزوجوا بهن دون حتى أن يعلنوا إسلامهم. لو شفتي وانت سايبة بلساني يعجبك كرعان الخيل صبارة، أهل سروج ملاحكوهم سوساني يعجبك سيال مع القنبورة. قلت لها يا مضم ياك بيت جناني بعباس خير من طريق السكنان. Tu te trompes monsieur ولا بغيت غناني، حبيت تمد الطريق للصحراء، قدر مدينة بالعباس ربع ثاني، هذه غير اللي سكانها برا، أرواح الطريق غير تهداني، بني محصن دخلاني ومبرا، كذا كذا من قلوب غير خزاني، بارود النيل مرصاص للصحراء، كذا كذا من كوليش للصبياني، يشير ويشير اللي يبغى يطلع، لو كنت جوانا يا كتباني، بالعباس تاعكم فرحان لا تشقى. يا بن سيدي ويا خويا ويا تلقاني ماشي غير ارواح وقول. يا بن سيدي ويا خويا ويا بن دياني ماشي غير ارواح وقول تمرة. توشي ناكاهارا ونانا سلال ناكاهارا أنجب ابنا سمياه ميكينوري. ميكينوري هو مهندس في الكمبيوتر يملك شركة متعددة النشاطات اسمها ناكاهارا ايجنسي، لها 4 فروع كما يظهر، واحدة في اليابان وأخرى في باريس وثالثة في أمريكا ورابعة بالطبع في الجزائر. ولا تسأل كيف وصل نشاطه إلى الجزائر ومن يموله، وهل لديه علاقة بالوزير الأول وعائلته، وما هي التسهيلات التي يحصل عليها باعتباره قريبا للص الأول. لا تسأل، فهذه الأمور ليست من اختصاصك أيها المواطن الجزائري، وخبز الدار يأكل البراني، وأموال الجزائر تذهب إلى الخارج ببركة مولانا اللص الأول عبد الملك سلالالو. معظمها يا بنية واسد الغمرة، كيفاش طاح العربي على النصراني،
حتى انا ياك لي زنبيت في الهضره يا سيدي يا خويا وهذا نداني ماشي غير ارواح وكون تتمرا ميكينوري ناكاهارا يبدو على صلة جيدة بالسفارة الجزائرية في طوكيو ويحضر نشاطاتها وحفلاتها بانتظام كما يبدو في صفحته على الفيسبوك، ويبدو أنه أيضا يسافر إلى الجزائر بانتظام. طبعا هذه العلاقة ستظل جيدة ما دام اللص الأول عبد الملك سلاللو على رأس السلطة. نختم هذا الفيديو بصور القوانين الجزائرية التي تمنع زواج المسلمة الجزائرية بغير المسلم، ولنغني جميعا لسلال يا سلالو يا سلالو يا سلالو ماشي غير أروح وقول درت مرأة. راني راهب يا ناس ما شفا وعياني هز عظامي الحب العارم من حرام ودخلنا في بحر عميق فيه معاني معظمها يا بنية واش بالغمران راني راهب يا ناس ما شفا وعياني هز عظامي الحب العارم من حرام معاني معظمها يا بني جواد القمرة يا بن سيدي ويا خويا يا تلقاني وماشي غير روح وقول درت امرأة يا بن سيدي ويا خويا يا تلقاني ماشي غير روح وقول درت امرأة قدرة ربي